مرحبا بيكم. ريحة رمضان قربت، نقولكم ان شاء الله رمضانكم مبروك. هنا باش نبداو في تحضيرات رمضان. خذينا الدجاج وخذيت منهم اجنحة الدجاج، خذيت صحفة، حطيت الزيت زيتونة، وحطيت هنا صوص باربيكيو ياسر ياسر بنينة وتبنن لنا اجنحات. خذيت هنا بصل مرحي وخذيت ثوم مرحي، ننصحكم ديما عندكم منهم. خذيت فلفل احمر وصوص طماطم، خذيت تابل وكروية وكركم وملح، وعندي لهنا الحبق ياسر يعمل جو. تنجموا تحطوا زيادة الكليل كل واحد وشنية يحب. خلطهم مليح باش نضيف فلفل اكحل شوية رشة صغيرة، نحطوا اجنحات هنا ونخلطوا الكل مع بعضه. وبعديك باش نحطهم في ساشي اليمونتير، ولا نحطهم في في هكا في بلا نحتفظوا بيه. وباش نسكروا عليهم بالكدا بساشي بابي سيلوفان، سامحوني. وباش نحطهم في الكونجيلاتور وقت اللي نحبوا نستحقوا، باش سيرتو يجوا بنين مشويين، ولا نحطهم في الفور ياسر ياسر بنين. خليهم يتشربوا، قد ما يتشربوا الصوص متاعهم قد ما يجيو بنين. وهنا نحطهم كي نستحقوهم نجبدوهم نحطهم في الفور ونقدموهم. وهيك حاجة سهلة وحاضرة، جوست نحطهم في الفور تويكا، نغطيوهم بابي سيلوفان وباش نحتفظوا بهم في الثلاجة. هنا خديت افخذات الدجاج كيف كيف. الصوص تنجم تختلف زادة، كل واحد وشنية كيفاش يحبها. انا هنا حطيت زيت زيتونة، حطيت البصل شايح، ثوم شايح، حطيت الفحات نتاعي، حطيت الكركم، وحطيت الكليل. هنا هاكا عندي الكليل شايح، فما شكون يستعمل كليل اخضر. حطيت الحباق، كل واحد واللفحات اللي يحب يحطها. هنا حطيت عندي معدنوس زيادة شايح، حطيت عريشة رند وخلطتهم مليح. زدت ضفت زيت زيتونة، كي تلقاو صوص مازالت شايحة ضيفوا لها زيت زيتونة. وتويكا باش ناخذوا الفخاذات نشرحوهم هكاكا، وباش نحطوهم في الصحفة بتاعنا ونخلطوهم مليح. وكل عادة نحطوهم في البلان بتاعنا. وهنا بعد ما جرحتهم مليح نحطهم في البلان بتاعنا، وباش نحتفظوا بهم في الثلاجة. وكل ما نجو باش نستعملهم نجبدهم، نجمو نستعملهم في بلا موسلي حاجة، كل واحد وكيفاش يحب باش يطيبهم. هنا جرحت الفخاذات نتاعنا، ردوا بالكم خاطر كيما تجرحوهمش يبقاو نايين من داخل. وباش نعطيكم نصيحة، كل واحد يستعمل حسب الكمية اللي باش يستهلكها. خاطركش اذا خرجتوا حاجة من الثلاجة ما تنجموش ترجعوها وهي كونجيلي. كل واحد ياخذ الكمية اللي باش يستهلكها. هنا باش ناخذ كمية فخاذ اخرين وباش نفوحهم بطريقة اخرى. خديت لفاحات كالعادة، الزيت ما نستغناوش عليه، هما البصل والثوم. تنجموا زادا تستعملوا البصل والثوم الفريشك. هنا حطيت الحبق والملح، وهنا حطيت الكليل والمعدنوس الشايح، وهنا خديت صوص باربيكيو. وباش نخلطهم مليح مليح، وكان جاو ناقصين زيت باش نضيف الزيت. وهنا ضفت الصوص باربيكيو، وباش نخلطهم مليح مليح. هنا يجيوني زادة في الفور الطريقة الأخرى متاع الفخاذات يجيوني موصلي. وتنجموا كل واحد وشنية الطريقة اللي يحب يجربها. هنا بعد ما خلطناهم مليح مليح يتشربوا الصوص متاعهم نحطهم في البلا. وننصحكم تاخذوا من البلاوات هذوما هكا ضفنا عريشة كليل أخضر، وهاكم حطيتهم في البلاوات هذوكم. وكل واحد والكمية كما قلت لكم اللي باش تستاهلكوها. اوكي كيفاش رصفتهم نزيدو نحط لهم الصوص باش تشرب مليح الصوص وكل شيء. والبلاوات هذاكم يحفظوا لنا الصوص. حسيلو تويكا باش نلفهم بابي سيلوفان. وكيف العادة نكملوا الطرق البقية الاخرين، وهذوما باش نحتفظوا بهم في الثلاجة. هاكا كيفاش نلفوهم، ما خليوش الهواء يدخل لهم.
وهنا كما قلت لكم وديما نعاود لكم راني حطيت الكميه اللي باش نستهلكها. هنا خذيت كعبتين عظام وشويه حليب، مقدار مغرفتين حليب كبار، خلطتهم مليح، رشه فلفل اكحل ورشه ملح، حطيت الفارينه هاكا حضرتها. وهنا حطيت الكورن فليكس متاعنا، نجموا تحطوا الشابلور. شو كيفاش سهلت العمليه، كيفاش كسرته هكا في هو مازال في الباكو متاعو. أه حسيلو ولا شويه ربي هيك. حضرت السكالوب متاعنا والكل. وتويكا باش نبداو بالطريقه من الاول. باش ناخذ السكالوب متاعنا وباش ناخذ لفاحات. وهاكا حطيت السكالوب المره الاولى في العظام، هو يجي في الفارينه المره الاولى، انا هنا غلطت، حطيت في العظام بعد في الفارينه، حسيلو ميسالش. حطيت تو الفارينه وبعد الرجع في العظام، وبعديك نحطه في الكورن فليكس وتنجموا في الشابلور. ونكملوا الطريقة الثانية كيف كيف. نحطوا هكا المرة هذه مانيش باش نغلط، باش نحطوا في الفارينة. هنا خذيت البلا باش نحط الكورن فليكس نرشو في البلا مليح هكا باش مبعديك يشد في بعضه. هكا كيفاش نحطوا كمية بالكدا، نغطيو السكالوب متاعنا هكاكا. تو هاكا حطيت الفارينة تون وبعديك العظام، وبعديك نغلفوها بالكورن فليكس. كيف كيف كملت الطريقة الأخرى هكاكا. بقيت اسكالوب وحطيت الفارينة والعظام، وحطيت هاكا غلفتها بالكورن فليكس مليح مليح. وما خليوهاش فيها، نحطوا الكمية الكل، ما خليوش بلاصة هكايا ما فيهاش. وكملت الطريقة الكل هكاكا. او كأنا هنا سكالوب حبيته هكاكا باش يطيب من داخل الكل. خاطر كي يبدا خشين يبقى ني، وماذا بينا نوطيو كي نجيو نطيبوه نوطيو في الغاز باش يطيب لنا من داخل بالكدا، ما يبقاش ني كيما قلت لكم. هنا هاكا حضرته مليح، يجي ياسر ياسر بنين. انا حسيته ابان من الشابلور، يبان انه الكورن فليكس على الاخر. حسيلو هاكا لفيتو بابي سيلوفان مليح باش ما يدخلوش الهواء. كيما العادة نحتفظوا بيها وكا دوب ما نجبدو نطيبوا اكاهو، نقليوها في الزيت وصحة وبالشفاء. هاكا كيفاش غلفتو مليح على الهواء. وتويكا باش نحطو في الثلاجة. باش ناخذ كمية الدجاج هذيا، حطيت الزيت، خديت صحفة، حطيت الزيت، حطيت الملح باش نحط الكركم، حطيت هنا الحبق، حطيت المعدنوس. كل واحد وشنيا كيما قلت لكم اللفاحات اللي يحبها. هكا واحد مش باش يطيب في فرد نهار هذوما اللي حضرتهم، حتى لو كان نعاود نفوح بنفس اللفاحات. المهم كل نهار وقسمه. هنا حطيت الكاتشاب، باش نستعمل هنا الطريقة هذه الكاتشاب. حطيت الكليل، حطيت المعدنوس شايح، حطيت زيت زيتونة، حطيت عريشة رند. هاكا هذه الطريقة وريت لكم كيفاش نحتفظوا بالمعدنوس. حطيت المعدنوس فريش هنا اخضر، وزدت ضفت زيت زيتونة خاطر حسيت الصوص مازال شايحة. حطيت القطع متاعنا متاع الدجاج، خلطتهم مليح مليح وحطيتهم في البلا هنا هاكا باش يتشربوا الصوص متاعهم. و... وباش نزينوهم بالمعدنوس. المعدنوس يفوح يفوح ويبنن، ما غير ما نحكي لكم عليه. حسيلو لفيتهم بابي سيلوفان. هاكا هنا باش ناخذ صدر دجاج باش نستعمل نحضر البروشيت. خذيت الفلفل، خذيت البصل، هنا حطيت صحفة، حطيت زيت زيتونة، حطيت الملح، الكركم، التابل الكروية، لفحات اللي عنا الكل. خذيت الكاتشاب وخذيت صوص باربيكيو باش نخلط سكالوب هاكا قصيته قطع صغار. هنا خذيت الحبق والسكالوب متاعنا هاكا نخلطو مليح. هنا في البروشيت كل واحد وكيفاش يحب يستعمل، فما شكون يحط البصل والطماطم والفلفل، وكل واحد والقدير اللي قدره هكا بالموجود اللي عندك في الدار. هنا حطيت انا حطيت الفلفل، وحطيت قطعة سكالوب، وحطيت البصل، وكل عادة نكملوا البقية الكل هكاك، فلفل سكالوب بصل، نكملوا البروشيت الكل متاعنا كيكا. فما شكون يحط الطماطم معاها.
هنا حطيت انا كيف واحد الحق، ما حطيتش طماطم، ما ماهيش متوفرة عندي في الوقت ذاك. نورمال واحد ما يحيرش، هاكا يدبر راسه بالموجود اللي عنده. حسيلو هنا كملت لبقية الكل البروشيت الكل هاكا حضرتهم، حطيته في البلا وحطيت ضفت لهم العريشة متاع الكليل وغلفتهم بابيه سولوفان. هنا خذيت اللحم مفروم باش نخلطه مليح، وباش ناخذ لفحات الكل، وباش نستعمل اكعابر، وباش ناخذ منهم زادة همبرجر، وباش ناخذ نعمل لحم مفروم بروشيت. حسيلو هنا خذيت لفحات، خذيت كركم تابل وكروية، خذيت فلفل اكحل، وخذيت بصل شايح، ثوم شايح، وباش ناخذ فلفل احمر، وخذيت فلفل اكحل رشة صغيرة، خذيت تبل وكروي كما قلت لكم بكري. هنا باش ناخذ رشة نعناع شايح، وخذيت هنا 4 سنون ثوم. وهنا هاكا حطيت الزيت وحطيت المعدنوس تويك باش نخلطوهم مليح مليح. وهنا قسمته على 2 باش نجم نخلطهم هاكا تويك. بعد ما خلطتهم تويك باش نعملهم اكعابر. الكعابر هذوما يجيونا مرقة لوبيا، يجونا سوب بالكعابر، كشنية نحبوا احنا هاكا كل حاجة ودبارتها. هنا بعد ما حضرتهم حطيتهم في حكة، تنجموا تحطوا في حكة بلاستيك، في حاجة في بلا هكاك، كل واحد وكيفاش يحب. المهم ما همش ما تحطوش في ساشي باش بعديك ما تاخذش الفورمة غالطة. هنا الطريقة الثانية اللي هي الهامبرجر. هاوكا كيفاش عملت الطريقة ديك. خذيت كيس هنا، فما شكون يستعمل فورمة متاع الهامبرجر خاصة بها، وكل واحد كيفاش يحب. خذيتهم كيكة استويت الهامبرجر متاعي، نظمته مليح باش ناخذه نحطه في بلا كيما كيكة، وتنجموا تحطوا في حكوك بلاستيك كيما قلت لكم. المهم نبعدوا على الساشي باش ما تبدلش الفورمة متاعهم. نحاولوا نفطروهم بالطريقة ذيك، ما تكونش خشين وما تكونش ما تكونش رهيفة الكعبة، متوسطة. المهم حطيتهم رصفتهم نظمتهم باش ننظمهم في البلام تاعهم هاوكا، ونغلفهم بابي سيلوفان ونحطهم في الثلاجة. وهنا باش ناخذوا البروشيت متاعنا متاع اللحم مفروم. بصراحة طريقة ياسر محلاها بنينة، يجيو مشويين حسيلو ولا في الفور كيما تحبوا انتوما. هاوكا كيفاش نظمتهم زادة في البلا بلاستيك، وتنجموا تاخذوا حكة بلاستيك وننظموهم بالطريقة هذيك، ونغلفهم بابي سيلوفان ونحطهم زادة في الثلاجة. طبيكا جيت للنوع على الاخر اللي هو السردينة، خذيتها هكي حاضرة نظيفة. طبيكا باش نحطهم في البروشيت وباش نعملهم على الشكل هذايا. من بعد دوب ما نجبد نجموا نحطهم نشويوهم على الغاز ولا نحطهم في الفور، وكل واحد كيفاش يحب. هاكا كيفاش استعملتهم بالطريقة سهلة على الاخر وتجي بسيطة، وهاكا ما تاخذش برشا وقت. وباش نعملوا معاها جي هكا بلا مقلي ولا هكا معاه شوربة ولا حاجة. شوفوا كيفاه حاجة بنينة وسهلة على الاخر. حطيتهم في البوات هكايا وباش نغلفهم ونحتفظوا بهم في الثلاجة. وهوكا اي حاجة نحتفظوا بها في الثلاجة ونجبدوها من غير ما نرجعوها، اللي نجبدوه نستعملوه، ما نجموش نرجعوه خاطر تولي فيها اضرار صحية. هنا هوكا حطيت بقية الكل كيفاش وحطيتهم غلفتهم.
هاكا بارتاجيت معاكم انواع مختلفة من الدجاج اللحم وحوت وهكاكا. في كل مرة ما تقعدوش تخمموا شنو باش تطيبوا، وباش تعاونكم برشا، خاصة اذا كنكم تخدموا ولا عندكم صغار وتنقص عليكم التعب الكل. هاكا هنا حضرت معاكم كل شيء، حطيته في الكونجيلاتور في الثلاجة. هنا كل شيء حاضر انا عندي. عندي كل شيء كما حضرت معكم انواع الدجاج اللحم، قصية الخضرة، حاجات العام تاع العصائر الكل حضرتهم. هاكا نظمت ورتبت الثلاجة متاعي، كل حاجة نجبد نستحقها نجبدها. هاكا نجبدها زادة قبل بوقت باش الثلج يذوب في عقله. وتويكا ما بقى لنا كان نقولكم باي باي، وان شاء الله رمضانكم مبروك.